قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ختم بهذا الحديث رحمه الله تحذيرا من التهاون بسداد الديون، سواء في السلف أو السلم أو السلف أو غيرها، لأن من يسلف أو من يتدين يأخذ دين من شخص قد يكون أخذه على نية السداد وصادق أنه اقترض مثلا منه هذا المال على أن يوفيه إياه بعد شهر، ويكون صادقا معه أن يوفيه بعد شهر، أو يكون أخذه وهو متلاعب. حتى من يسلف يأتي صاحب البستان للشخص ويقول له: تشتري مني، أعطيك 500 صاع مثلا من العجوة أو سلمها لك إذا جنينا الثمر هذه السنة بقيمة كذا، فيدفع له القيمة، ولكنه لم يكن صادقا معه، يريد يأخذ منه المال، ثم لما يأتي الثمر ويطالبه يماطل ولا يعطيه، فيكون أخذه بقصد إتلافه ما أخذه بقصد تسديده. فجاء هذا الحديث العظيم يحذر من ذلك، يحذر من التهاون بسداد الديون سواء في السلم أو في غيره. قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه. هذه والله فضيلة عظيمة. يعني الشخص حين اقترض أو حين قام بمثل هذه العملية وهو صادق مع ربه في قلبه أنه يريد أن يسدد، له هذه المعونة من الله أداها الله عنه، يعني يهيئ له الله عز وجل من أسباب التوفيق في السداد ما لا يحتسب، لأنه صادق في قصده ونيته. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هو يظن بهذه الطريقة أن حصل مالا وأنه ضحك على فلان وخدعه ومكر به، والحقيقة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من أخذه يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا يجني على نفسه. نعم.